وليمة مش بس أكل على سفرة، وليمة يعني ناس حوالينا، عزومة ليها معنى، وأكل معمول عشان يتشارك. الأكل بيكون له قيمة تانية، وعلى سفرة زي دي البط بيكون بلا سيناتور. البراين بتاع النقع بعمله قبلها ب24 ساعة. 4 لتر مية، عليهم نص فنجان سكر ونص فنجان ملح، وليمونة مقطعة وبرتقانة مقطعة، وكل الأعشاب العطرية اللي انتوا بتحبوها. أنا حاطة زعتر، فلفل أسود حصى، ورق لورا، بعد 24 ساعة بطلع البطة وانشفها من جوه كويس جدا ومن بره، وابتدي في التتبيلة. بشر ليمونة، بصلة، طماطماية مقطعين، نص فنجان خل، نص فنجان ليمون معصور، ربع فنجان صويا، نص فنجان عسل نحل، وانا مستخدمة فنجان القهوة الصغير، معلقة كبيرة ملح، معلقة كبيرة بهار، نص معلقة فلفل اسود، باربيكيو صوص، 3 فصوص توم. بضرب الخليط بتاعي واصفيه، المية بتاعته باخدها على جنب، والتفل بتاع الطماطم والبصلة ببتدي اعمل بيه، امسح بيه البطة من جوه. السائل بقى بحطه عليها من بره. في الصينية اللي حشوي فيها حطيت برتقانة مقطعة، طماطمايه مقطعة، وبصلاية مقطعة، ورق لورا، فلفل اسود حصى، وهبتدي بقى احط شبكة فوق الحاجات دي كلها، واحط البطاية فوق الشبكة. انا حاشية البطاية ورق عنب. عايزين نحشي فريك، عايزين نحشي رز، عايزين نحشي رز بالمكسرات، رز بالخلطة، زي ما تحب، كل واحد وذوقه. قفلت على الحشوة بتاعتي بنص برتقانة، وحطيت كوبايتين مية مغلية كبار، وقفلتها كويس جدا بورق زبدة وورق فويل. انا حاطة تقريبا 4 طبقات ورق فويل عشان مفيش بخار يتسرب منها. ده الجليز بعد كده بتاع التتبيل اللي هو اللي انا همسح بيه عشان تتلمع. نص كوباية عصير برتقان، حطيت عليها شوية زيت زيتون، شوية ملح، شوية فلفل، ومعلقة كبيرة عسل، وشوية صويا، وشوية باربيكيو صوص. قلبتهم كويس جدا، وهبتدي افتح على البطاية بعد تقريبا 2.5 ساعة، وادهنها بالجليز اللي انا عاملاه لها. انا اول ساعة في التسوية بتبقى على اعلى درجة حرارة، بعد كده بنزل درجة الحرارة ل200. هي بتاخد تقريبا من بعد اول ساعة، ممكن نقول كل كيلو بياخد ساعة تسوية. هو نوع البط اللي انا مستخدماه، انا جايبة بط سوداني بلدي، فالبط ده بياخد سوا ازيد شوية، وما بيبقاش فيه دهون كتير زي البط العادي. بس يعني انا بفضل النوعية دي، انا بحب طعم البط السوداني. بس طبعا في بط تاني بيبقى طعمه برضو كويس، بيبقى فيه نسبة دسم اعلى، بينزل دهون اكتر، زي المولر مثلا، بكين داك اللي هو البط الابيض. اتمنى تجربوها وتعجبكم.